يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل. نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بارك لنا فيه من فضلكم. فعلوا الجرس وعايزه اشتراك وتعليقات. نسمع المشكله. واحده بتقول انا اتخطبت زي اي بنت اتخطبت. خطوبه سويه، مفيش اي حاجه ولا في مشاكل. وهتجوز في بيت العيله، وما ادراك من بيت العيله. ويا ريت كل بنت ما تتجوزش في بيت عيله. يعني أنا ما قُلتش الكلمة دي إلا بعد مليون مشكلة جات لي بسبب بيت العيلة. فهي بتقول أنا اتجوّزت في بيت العيلة، في الشقة اللي فوق حماتي. حماتي قاعدة ما بتتحرّكش. المهم، وحمايا لسه بصحته. آه. فاتجوّزت، فجوزي قال لي: "أنتِ تنزلي تحت علشان تخدمي أمي، أنتِ عارفة الظروف بتاعة أمي." هي لها بنت متجوّزة بعيد، بس بتيجي لها كل شهر بتقعد عندها أسبوع تخدم أمها. قُلت له: "ما فيش مشكلة." بقيت أنزل أخدم حماتي، هي نايمة قاعدة في السرير مش دارية عن الدنيا. وشقتي جميلة، وجوزي مستواه المادي كويس جدًا، والدنيا ماشية تمام، وفرحانة إن أنا اتجوزت وهاكوّن أسرة والكلام ده. وحملت على طول. يعني أنا باشكي لكم، وأنا يعني باحكي لكم القصة. دخلت اتجوزت، حملت على طول. فأمّا كنت أنزل أكنس وأمسح وأروّق وأطبخ، ألاقي حمايا بيبُص لي وبيتحرّش بيّا. أنا استغربت. فأقول يمكن أنا بنته، يعني مشّي الأمور. فتحرُّش يا جماعة بيّا، تحرُّش. أنا مانيش عبيطة، أنا عارفة أنا باقول إيه. حمايا اتحرّش بيّا أكتر من مرّة. لدرجة إن أنا أمّا أكون قاعدة في بيتي فوق، عروسة قاعدة بحريتي، ألاقيه يطلع بأي حِجة ويتهجم عليّا فوق. آخر مرّة زقّيته، قُلت له: "احترم نَفْسك، أنت اتجنّيت في عقلك، أنت في إيه؟ ده أنا بنتك، أنا مرات ابنك، أنا بنتك." قال لي: "والله ما أنت قاعدة فيه." قُلت له: "لأ أنا هاقعد فيه، ده بيتي وبيت جوزي." قال لي: "ده بيتي أنا وعمارتي أنا، والله ما أنت لا أنا لا أنتِ." طبعًا لمّا حكى لابنه، ابنه الوحيد، ودلّعت أبوه. في نفس الوقت أبوه صاحب البيت، يعني لو هو مش هيبقى في صف أبوه هيشحته برّه. قال له: "مراتك قليلة الأدب ومعلش تقعد لي هنا." "ليه يا أبويا؟" "زقّتني وهانتني وشتمتني." أي راجل في الدنيا، راجل بقى، هيقول إيه؟ هيقول زقّته وشتمته وهانته من نفسها، والّا أكيد في حاجة حصلت؟ طلع ضرب فيّا وإهانة فيّا ورفس فيّا. بقيت أحوش في بطني خايفة لا يسقّطني. وقُلت له: "افهم الحكاية أول، أنت همجي." قال لي: "أبويا يتشتم ويضرب، أبويا يتزق ويضرب." يا ابني افهم حصل إيه؟ ده بيتحرش بيّا وحصل منّه حاجات كتير، ومانيش راضية أتكلّم. أنا ما اتكلّمتش إلّا لمّا جات في آخري. أنت تقبل أبوك يعمل فيّا حاجة غلط؟ ما أنتيش قاعدة فيه. وشحتني هو وأبوه. حماتي غلبانة مش دارية بحاجة، بس هي بتفوق بتفهم. في إيه يا ولاد؟ كلموني، كلموني. شحتني بالقميص بتاع البيت برّه. وأنا من محافظة تانية، مانيش من المحافظة اللي أنا متجوزة فيها. رُحت لأهلي. أنا أبويا وأمي ميتين، بس أهلي كلّهم أختي. أختي دي جوزها مات، فقاعدة في شقة أبويا وأمي. علشان هتروح فين؟ لإن أهل جوزها برضه شحتوها، وكان في مشاكل بينها وبين أهل جوزها اللي مات. رُحت حطيت هَم على هَمّها، وحكيت لها اللي حصل. قالت لي: "اصبري بس شوية وكل شيء هيظهر ويبان والحقيقة تبان. أكيد جوزِك بس اتهوّر عشان أنتِ شتمتِ الراجل وزقّتيه والكلام ده." ما اسألش فيّا يا جماعة، ولا مصاريف يبعت، ولا فلوس يبعت. فضلت شهور لغاية ما ولدت وجِبت بنت.
بعتله، قلت له تعالى شوف بنتك عشان كمان اسجل البنت. يقول لي مانيش جاي ومانيش شايفها ومانيش هسجل حد. قلت له انت اكيد مجنون، انتوا اكيد عيله مجنونه، ده بنتك. قال لي مانيش جاي ولا مسجل حد. رحت انا واختي وسجلناها باسمه، ما هي بنته، ولا بيسأل فيها ولا بيسأل فيا. فحماية بقى حاططني في دماغه عاوز ينتقم. امال هو كان عاوز ايه؟ كان عايزني اسيب له نفسي. قال لابنه انت تجيب البنت عشان نشوفها، وراحوا لمحامي وعملوا قضية ان هو رؤية يشوف البنت. فاتحكم ان هو ياخد البنت يشوفها لان ابوها. فلقيته اجا وقال لي هات البنت. اديته البنت. قال لي البنت هتقعد عندي شهر، وهتقعد عندك كل 3 شهور هاجي اخدها شهر. قلت له تاخد مين؟ مين اللي يرضعها ومين اللي يعتني بيها؟ اختك ما بتجيش الا كل شهر، امك ما بتقومش من السرير، ابوك هيعتني بيها، انت في شغلك. ازاي الكلام ده؟ انت عاوز تشوف بنتك تيجي في اي وقت تشوف البنت، انا ما قلتلكش لا. خطف البنت مني واخدها هناك عشان ابوه وامه يشوفوها. طبعا انا انهارت وصوتت بقى اجري وراه وقلت له انا عايزه بنتي. رحت شحتوني، طلبت الشرطه. الشرطه بقت واقفه على الحياد. قالوا لي سيب البنت يومين 3 واحنا هنجيبها لك. قلت لهم انا ما اضمنش هيعملوا فيها ايه. قالوا لي ده بنته، هيعمل فيها ايه؟ هيموت بنته. رحت يا جماعه، بقى يكلمني في الموبايل ويقول لي البنت كويسه ما تجيش دلوقتي. قلت له ازاي؟ ما انا عايزه ارضعها، انا صدري تعبان عايزه ارضع البنت، ما تجيش دلوقتي. قعدت بتاع اسبوع هموت عشان اشوف البنت. رحت لقيت البنت دبلانه و... وجعانه بتمص في ايدها، والبنت مش بنتي. انهارت وصوتت، وطبعا صدري محجر من اللبن. قعدت فين وفين لما اللبن اتحرك في صدري ورضعتها. وضربني تاني وجبت الشرطة تاني وانا على هذا الحال. ومش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي. لا انا مطلقة ولا انا حرة ولا انا عارفة ارضع البنت واخليها في حضني. يجي البيت من بلد لبلد عشان يهني، كل شوية اطلب الشرطة في البلد عندي وعنده. والشرطة هتعمل ايه؟ ما هو إيه ابوها لا خاطفها ولا حاجة، ما بيقدروش يعملوا حاجة. ومانيش عارفة اعمل ايه، ومانيش عارفة اتصرف ازاي. قلت له طب ارجع اقعد لو ان السنتين بتوع الرضاعة، بعد كده نشوف حالنا هيوصل لايه. قال لي ما انتش داخله، ابويا بيقول ما هيش هتحط رجلها هنا. بالله عليكم يا جماعه، اللي بيحصل ده يرضي ربنا؟ انا عايزه حكمكم. يعني انا كنت اقبل بالغلط؟ يعني راجل بيتحرش بيا، يعني معنى ان هو كان عاوز يعمل معايا علاقه؟ هل ينفع؟ هو او غيره، انا ست محترمه ومحدش يلمسني، ده جوزي حلالي. لكن حمايه يتحرش بيا؟ ابقى في الحمام الاقي بيبص من عقب فتحة الباب عشان يشوف انا بعمل ايه. قلت لجوزي مره، قلت له يا ابن الحلال ابوك محروم من الستات، جوزه. ضربني قال لي جوزه. وامي قلت له مامك مريضه، ابوك شكله محتاج للعلاقه ومحتاج لست، مش حرام. فجوزي شال الكلام ده مني في قلبه نقطه سودا، وابوه علشان عملت فيه كده. طب هو واحد نفسه في الستات ما يروح يتجوز؟ طالما هو مراته مش بتديله حقوقه ما يروح يتجوز؟ ما ربنا قال الجواز حلال. في مراتك تعبانه اتجوز، لكن ان انت تتحرش بمرات ابنك يبقى انت راجل معتوه، عندك حالات نفسيه. فاقول ايه يا جماعه؟ يا ريت كل بنت بجد ما تتجوزش في بيت عيله. برضو مش هعمم، ياما في عائلات محترمه
بس هقول لكم السلفات الستات بيغيروا من بعض، حتى لو العيلة محترمة ما بيحصلش أي خلل فيها، بيبقى فيه غيرة وفي حقد وفي بص. اسمعوا المشكلة. وعايزة أراكم، البنت دي الغلبانة المسكينة اللي مقطعة قلبي هتعمل إيه؟ لا عارفة تقعد في بيتها، ولا عارفة تتهنى ببنتها، ولا عارفة ترضع البنت، والحكومة هنا وهنا تعب منها، وفي نفس الوقت ده أبوها. يعني البنت عند أبوها، حتى لو الحكومة راحت هيلاقوا البنت معززة مكرمة. طب أمها؟ اسمعوا المشكلة. وعايزة أراكم وأقول لكم أشوفكم على خير في مشاكل أخرى.